السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرنسي بالدارجة. إذا كنتو جداد في القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الوغ في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الاوقات ديال الدراسة بالنسبة لشهر رمضان. كنتمنى يا ربي يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة يا ربي. الوغ كما قلنا غادي نشوفوا اوقات الدراسة بالنسبة لهذا الشهر برسم الموسم الدراسي 2022-2023 حسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. داكوغ تري بيان. الوغ بالنسبه للسلك الابتدائي فسيتم تاخير الوقت ب 30 دقيقه بالنسبه للصباح. داكوغ الدخول ياك يعني مثلا كنتو كتدخلوا مع 8:30 غادي توليو تدخلوا مع 9. مثلا كنتو كتدخلوا مثلا مع 9 غادي توليو تدخلوا مع 9:30 غتزاد لكم واحد نص ساعه. داكوغ. اما بالنسبه للخروج فغادي يكون تقديم الوقت ب 30 دقيقه بالنسبه للفتره المسائيه. تري بيان. بالنسبه للسلك الثانوي الاعدادي وكذلك الثانوي التاهيلي غادي نشوفوا دابا البروغرام حسب ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعه. فبالنسبه للحصه الاولى غادي تدخلوا من 48 دقيقه للساعه 9:25 دقيقه. داكوغ. الحصه الثانيه غتبدا من 9:30 حتى ل 10:15. الحصه الثالثه من 10:15 ل 10:25 دقيقه الى الساعه 11:15. بالنسبه للحصه الرابعه في الفتره الصباحيه غادي تبدا من 11:15 الى الساعه 12. مزيان. بالنسبه للفتره المسائيه فغادي تبداو من 12:30 الى الساعه 1:15. الحصه الثانيه من الساعه 1:20 دقيقه الى الساعه 2:05 دقائق. الحصه الثالثه غادي تبدا من 2:05 دقائق الى الساعه 3. والحصه الرابعه غادي تبدا من 3:15 الى الساعه 3:50 دقيقه. داكوغ. مزيان. دابا اجي نشوفوا يوم الجمعه. بالنسبه للحصه الاولى في الفتره الصباحيه ديال يوم الجمعه غادي تبدا من 8:30 الى الساعه 9:15. الحصه الثانيه غادي تبدا من 29 دقيقه الى الساعه 10:05 دقائق. الحصه الثالثه غادي تبدا من 10:15 الى الساعه 11. الحصه الرابعه غادي تبدا من 11:05 دقائق الى 11:50 دقيقه. بالنسبه للفتره المسائيه ديال يوم الجمعه غادي تبدا في الحصه الاولى من 1:40 دقيقة إلى الساعة 2:25 دقيقة. الحصة الثانية غادي تبدا من الساعة 2:30 إلى الساعة 3:15. الحصة الثالثة غادي تبدا من 3:25 دقيقة إلى الساعة 4:15. والحصة الأخيرة غادي تبدا من 4:15 إلى الساعة 5. داكوغ. تري بيان. الوغ فوالا هادشي اللي كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة. بسلامة.